خليك صريح. البيع بالرسايل بيضيع فلوسك ووقتك وانت مش واخد بالك. كل رسالة بتساوي وقت، وكل تأخير بيساوي عميل طار. أول فرق واضح من الاتنين السرعة. في المتجر العميل يشوف المنتج والسعر والتفاصيل ويدفع فورا. في الرسايل رد متأخر، انتظار، أسئلة متكررة، ونسبة كبيرة من العملاء بتختفي في النص. تاني حاجة، الثقة. موقع فيه منتج واضح، سياسة استبدال واسترجاع واضحة، دفع عند الاستلام، وآراء العملاء، بيبيع أكتر من شات فيه ابعت لنا رسالة. تالت فرق، التحكم في الرحلة. المتجر بيدير العميل خطوة بخطوة، صفحة المنتج، السلة، الدفع. لكن في الرسايل كل عميل قصة مختلفة ومفيش نظام. في نقطة مهمة جدا حابب أوضحها هنا، إن في فرق ما بين الاتنين في تقليل الأخطاء. في المتجر بيديك فرصة إنك تاخد من العميل العنوان كبيانات واضحة وصريحة، المقاس، الكمية، وكل ده بيتسجل صح لأنه بيكون مانداتوري أو إجباري على العميل إن هو يسجله. في الشات أخطاء شحن، مقاسات غلط، تكلفة مرتجعات أعلى، وده وارد إن هو يحصل لأنك ممكن تنسى تطلب حاجة أو بيان من العميل، ممكن تضيع الأوردر والعميل. كمان التحليل واتخاذ القرار. المتجر بيديك أرقام: conversion rate، best sellers، cart abandoned. طيب ايه شرح كل حاجة من دي؟ الكونفرجن ريت معدل التحويل، قد ايه من العملاء دخل الموقع بتاعك ولف فيه ودخل على كام صفحة وهكذا، وخد قرار الشراء امتى وعند انهي منتج. وده ياخدنا للبيست سيلرز. البيست سيلرز بتتحدد ازاي؟ اكتر منتج اتداس على شراء الان او باي ناو او اوردر ناو او شوب ناو. ده طبعا الموقع بتاعك بيبتدي ان هو يحسبه وبيقولك المنتج ده بيست سيلرز، اوتوماتيك بيضيفه في صفحة البيست سيلرز. الكارت اباندند. الكارت اباندند الناس اللي بتضيف منتجات للسلة عشان تشتريها بعدين لما المرتب ينزل او ايا كان. فأنهي منتجات جذبت انتباه العملاء عشان يضيفها في السلة؟ هي دي الفكرة بتاعت الكارد اباندند. اما بقى عن الرسائل في الناحية التانية، مبنية على احساس وتخمين، مفيش ارقام. الخلاصة لكل ده، الرسائل ممكن تنفع كدعم، لكن البيع الحقيقي هو المتجر الإلكتروني أو الإي كوميرس ويب سايت. أسرع، أوضح، ويكبر معاك بدل ما يستهلكك، لأن طبعا الرسائل زي ما احنا عارفين بتستهلك معاك وقت ومجهود وفلوس. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك واشترك في القناة لكويك وينز أكتر جاية في التسويق. كان معكم عمر، وده البريف. سلام.